اكبر بيعه بعتها كانت بكام؟ كانت مليار 400 مليون جنيه. حلوه البيعه دي، اخدت فيها كام؟ 8 مليون جنيه وما اعرفش اتصرف في ايه. الاوبر ما بيجيش هنا، الاوبر ما بيجيش هنا. حاجات محدش هيقول لك عليها في الريل استيت. استفزيتك مش كده؟ طول ما انا بسكرول في السوشيال ميديا بالليل قبل ما انام بشوف ريلز وكده، وعشان الالجوريزم عارف ان انا بتاع عقارات فبيجيب لي دايما كونتنت ليه علاقه بالعقارات، ولقيت كذا حد محتواه عباره عن انهم يسالوا الناس عن اكبر بيعه واخر بيعه واكتر بيعه حلوه وكل الحاجات الجميله دي، بصرف النظر عن الطريقه اللي الناس بتتكلم بيها عن اكل عشاء. بس استغرب كم الفيديوهات الكبير المنتشر من النوع ده. المحتوى دلوقتي غالبا يا educational يا informative يا commercial يا entertainment، ولو حبينا نصنف الفيديوهات دي فهي انترتينمنت ومبنيه على استفزاز المشاهد عشان يتفرج. انا ما عنديش مشكله مع صانع المحتوى ده، ولكن ده على المدى البعيد بيشوه شكل الاندستري بتاعت الريل استيت في مصر كلها. تخيل تكون انت دكتور قاعد طول حياتك تتعلم واناتومي وفارما ومش عارف ايه وسنين تعليم وخبره وبهدله، او انك تاجر جايبها من تحت وبقالك سنين بتخبط وبتلف في السوق عشان تعرف تعمل لك ارنب ولا اتنين وترميهم في السوق تاني عشان تدور الفلوس، ويطلع عيل من العيال دي يقول لك انا بكسب وبعمل وبسوي، فطبيعي هيتم استفزازك وهتشارك المحتوى ده. انا جاي لك من جوه سوق العقار اجاوبك بشكل منهجي على الاسئله اللي بجد. عارف اكبر بيعه بعتها كانت بكام؟ مش هقول لك، هو في حد بيبيع بالرقم ده بيقول قعدت فيها قد ايه؟ اشتغلت مع العميل 9 شهور والديل نفسه اتقفل في 6 شهور. طب مسكت فيها فلوس كام؟ بلاش عشان هتضحك عليا، الديفلوبر اللي اخترناه للعميل ما بيطلعش كوميشن اصلا، بس عشوني الحمد لله. طب اول بيعه جت بعد قد ايه؟ 4 شهور. مرتبي ساعتها كان 2800 جنيه وكنت بكملهم بالسلف عشان ما كانوش بيكفوا المواصلات. اهم عميل عندي بعد سنين الشغل دي عارف بعت له بعد قد ايه؟ سنه و9 شهور متابعه عشان يعمل اول بيعه معايا. واحنا دلوقتي مش عميل وسيلز، احنا اصحاب واخوات. اللي انا عايز اوصله لك مش ان انا جامد وكده، انا كده كده جامد، بس الاجزاء اللي بتتحكي في القصص من المحتوى ده تبين لك قد ايه الموضوع سهل وبسيط، بغض النظر انها مش بتبين قد ايه الشخص ده تعب عشان يوصل للمستوى ده. حتى الفيديوهات الغريبه اللي بشوفها الاقي واحد طالع بيقول لك اعمل 200 كول في اليوم وهتقفش مليون في اخر الكوارت، واللي يقول لك سيب لي دماغك 3 شهور ما انت عايش بيها من زمان، عملت بيها ايه؟ طب يا اسطى همشي من غير دماغ ازاي؟ عمر ما البيع بيجي بكميه المكالمات ولا في وقت محدد ولا بسياسه تتكلم اكتر تكسب اكتر. في الاساس احنا بنبيع سلعه غاليه والناس بتدفع لك دم قلبها، فلازم نكون امناء مع الناس دي عشان ما يلبسوش في الحيطه. ففي نهايه الكلام اتمنى من كل حد بيشوف ريلز من النوع ده يفهم ان في ابعاد تانية لعمليه البيع والشراء، وان الموضوع مش بالاستفزاز ده ولا بالسهوله دي. واتمنى صناع المحتوى يكونوا امناء وينقلوا الصوره كامله وما يبوظوش السوق اللي بياكلوا منه عيش. واتمنى الاجابه بتاعت السؤال ده تكون مصطفى سمير ريل استيت ايجنت.